شباب تانية ثانوي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وكل حاجة حبيبي تكون ماشية معاك كويس. تعالى نراجع مراجعة نوفمبر، وهي مش مراجعة نوفمبر ولا حاجة، احنا بنراجع على الجزء اللي احنا خلصناه. يعني من الاخر بنضرب عصفورين بحجر واحد، انت كده كده هتذاكر، فتعالى نذاكر ونلم اللي فاتنا عشان نبدأ الجديد على نظافة ان شاء الله. طيب ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنراجع لحضرتك على ايه؟ اول حاجه هراجع ليك على الجزء بتاع بور، وبعد كده المودرن ده جزء، وبعد كده ندخل على الكوانتم نمبر، وبعد كده نتكلم على الالكترونيك كونفيجريشن، وبعد كده هناخد اول درس في تشابتر 3. مراجعه لذيذه لطيفه، الاجزاء اللي احنا هنشرحها اجزاء دسمه جدا، فكلام مهم قوي. حلو، يعني احنا من الاخر بنراجع لك 5 حصص مثلا. حلو. طيب هي مش مراجعه، بالعكس الناس اللي متابعانا على اليوتيوب او الناس اللي بتاخد معانا اونلاين او سنتر عارفين ان احنا لما احنا بنراجع بالتفاصيل. فقدامك 2 اوبشن، لا اما تحمل البي دي اف اللي احنا شغالين منها، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان انت حبيب قلبي يكون معاك كشكول وبتكتب فيه الكلام اللي انا هتكلم فيه حالا. طيب اول حاجه عشان ما نضيعش وقت حضرتك، احنا هنتكلم رقم 1 على بور. بور ده اشتغل ازاي؟ بور ده كان قبله عالم اسمه رازرفورد. رازرفورد ده اللي هو جاب الذهب والالفا والقصه اللي انت عارفها. رازرفورد ما كانش عارف الالكترونات بتلف حوالين النيوكليوس في ايه. فبور ده اكتشف حاجه اسمها الانرجي ليفلز، مستويات الطاقه. ومستويات الطاقة زي ما انت عارف حضرتك سعادتك ان هم 7. جميل؟ طيب الاخ بور ده عمل ايه بقى؟ بور ده جاب حاجة اسمها الالكتريك ديسشارج تيوب، والالكتريك ديسشارج تيوب هو الجهاز بتاع تومسون. وطبعا لو انت فاكر تومسون كان عنده حاجة اسمها الكاثود وعنده حاجة اسمها الانود، وصل الكلام ده ببطارية. طبعا لو انت فاكر البطارية كانت درجة حرارتها عالية، البطارية درجة الكهرباء بتاعتها عالية، فبالتالي درجة الحرارة زادت جدا. فأنا كبور عشان أشتغل على الجهاز ده عملت حاجتين. الحاجة الأولى زودت الفولتج، زودت الكهرباء. الحاجة التانية الكهرباء لما بتزيد هتزود كده كده الهيت والتمبريتشر. طيب لازم جوه الأنبوبة دي بنحط غاز. احنا بقى بور قال لك أنا هحط غاز الإيه؟ هحط غاز الهيدروجين. فجأة كده لقينا في نور ابتدى ينور. عقبالك كده في نور ابتدى ينور. ها؟ طيب النور ده، الشعاع ده او الاشعه دي، ابتدى بور يحط لها سلت. السلت ده حاجه يعدي منها الضوء، فالضوء لما يعدي هيبتدي ان هو يتقسم، حاجه اسمها سلت، قاسم. سلت يعني قاسم، جدار كده مخروم من النص، فالضوء هيبتدي يعدي كده ويعدي كده. بس كده لا، قام جاب حاجه اسمها بريزم، خدتوه في ابتدائي. البريزم ده عمل ايه بقى؟ هيخش عليه الضوء ده. سبحان الله اتفاجئنا ان طلع عندنا 4 تلوان. فايلوت، اللون الفايلوت، فايلوت، بلو، جرين، ريد. طب ليه؟ وعشان ايه؟ والتفاصيل ايه؟ ده اللي احنا هنشرحه في بور. يبقى بور جاب حاجه اسمها الالكتريك ديسشارج تيوب، حط الهيدروجين، علق كهرباء خلاها اكتر من 10000 فولت، زود درجه الحراره. فجاه لقينا نور، النور ده عداه بسلت قاسم بتاع كده شبه لوح الخشب، في خرم من النص، فالضوء المفروض شعاع، فلما يعدي من الخرم ده هيتقسم حتتين. بعد كده هيعدي بالبريزم، البريزم ده هيفصل الضوء ل4 تلوان. ال4 تلوان دول بتوع مين؟ بتوع غاز الهيدروجين. من الاخر الضوء اللي خرج ده اسمه سبيكترال لاين. اسمه ايه؟ سبيكترال لاين. اسمه سبيكترال لاين يعني خطوط طيفيه. الخطوط الطيفيه دي لما جينا نحللها بالبريزم والسلت لقينا ان اللون اللي طلع فايلوت، بلو، جرين، ريد طلعوا من حاجه اسمها الهيدروجين، غاز الهيدروجين. طيب لو انا شلت الهيدروجين وحطيت غاز تاني مثلا زي الاكسجين، هيطلع نفس ال4 تلوان دول؟ قال لك لا.
طب لو حطيت مثلا النيتروجين هيطلع نفس الاربع الوان دولت؟ قال لك لا. عشان كده على جنب هنقول ان اللاين سبيكترم دي حاجه كاركترستيك. يعني كلمه حاجه كاركترستيك يعني حاجه مميزه. حاجه مميزه يعني حاجه بتميز الماده، يعني الالوان دي بتميز الماده. طيب الحاجه الثانيه، لو انت فاكر ان كل لون من دول ده لايت، واللايت ده ويف، وكل ويف من دولت ليها طول. الفايلوت كان طوله 410 نانومتر، والبلو كان 434 نانومتر، والجرين كان 486 نانومتر، والريد كان 656 نانومتر. طبعا اطول حاجه فيهم هي الريد، واقصر حاجه فيهم هي الفايلوت، ده كويف لينس. والويف لينسز دي لازم حبيب قلبي تكون حافظها، لازم تكون حافظها. من الاخر احنا ادينا الهيدروجين طاقه، فلما خد الطاقه سواء من الحراره العاليه اللي هو خدها او من الكهرباء ابتدى يطلع الوان. حللنا الالوان لقينا الاربع الوان دول. طيب بور بقى عمل ايه؟ او بور قال لك ايه؟ قال لك بص، انا عندي 1 2 3 4 5 6 7. انا عندي 7 انرجي ليفل، الكي والال والام والان والاو والبي والكيو. وقال لك دي النيوكليوس، دي النواه. وطبعا الكلام ده كله جوه الاتوم. جميل. قال لك بيبقى عندي الالكترون. فين يا باشا الالكترون؟ اهو الالكترون الاخضر ده الالكترون. قال لك الالكترون بيبتدي ان هو ياخد طاقه، والطاقه دي احنا بنسميها كوانتم. الالكترون ده بيبتدي ان هو ياخد طاقه، والطاقه دي بنسميها كوانتم. قال لك الطاقه اللي بياخدها دي بياخدها في صورتين، لا اما بياخدها في صوره هيت، لا اما بياخدها في صوره الكتريسيتي، كهرباء. فيبتدي الالكترون يطلع لانرجي ليفل اعلى. طب هيطلع لانهي انرجي ليفل؟ طبعا على حسب الطاقه اللي انا اديتها له. يعني مثلا لو هو خد طاقه قليله، خد كوانتم قليله، فهيطلع للكي او ال. طب لو خد طاقه عاليه هيطلع للاو او البي او الكيو. فده على حسب الطاقه اللي انا اديتها له. بس ما تنساش حاجه، ان الالكترون طول ما هو ما طلعش لاي مستوى طاقه، فالالكترون ده في حاله كده اسمها حاله الجراوند ستيت. يعني ايه؟ يعني في حاله كحيانه، يعني الكترون كحيان. ليه؟ عشان هو نوت ابزورب انرجي او نوت ابزورب كوانتم، ما خدش طاقه. حلو الكلام؟ واحد يقول لي يعني كوانتم دي يا يحيى معناها انرجي؟ اقول له اه، الكوانتم هي الانرجي. طيب فنرجع تاني بقى، لو الالكترون اديته طاقه هيطلع فين؟ هيطلع للطاقه المناسبه، ثاني هيطلع لمستوى طاقه مناسب للطاقه اللي انا اديتها له. طيب مثلا لو طلع للام مثلا، كده الالكترون تحول من حاله الجراوند ستيت واصبح في حاله اكسايتد ستيت. يبقى الالكترون تحول من حاله الكحيانه وبقى في حاله اثاره، بقى الكترون مستثار، بقى مجنون. حلو؟ يبقى هو طلع من تحت لفوق. طيب قال لك الالكترون مثلا يعني لو الطاقه اللي خدها عشان يتحرك من تحت لحد الام ده اللي هو الصف او الانرجي ليفل رقم 3 4 5 6 7، عشان يطلع للانرجي ليفل رقم 3 خد طاقه مثلا يعني هنقول 400 جول. قال لك هو كده في حاله اكسايتد عشان خد طاقه وطلع لفوق. قال لك مش هيفضل اكسايتد كتير، هيرجع تاني. طب حلو، هيرجع تاني. قال لك وهو راجع بقى كل ال 400 اللي هو خدهم هيبتدي ان هو يخرجهم. طب هيخرجهم في صورة ايه؟ قال لك هيخرجهم في صورة حاجة اسمها سبيكترال لاين، خطوط طيفية. يا سلام، هيخرجها في صورة سبيكترال لاين، خطوط طيفية. هيخرجها في صورة سبيكترال لاين، خطوط طيفية. طيب ينفع الالكترون يبقى ما بين الانرجي ليفل؟ قال لك لا، ما ينفعش. هو بيبقى في انرجي ليفل محدد.
لا اما في الاول لا في الثاني لا في الثالث لا في الرابع لا في الخامس لا في السادس لا في السابع. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا وركز فيها كده عشان دي مهمه وخطيره، ماشي؟ كل ما بتبعد عن النيوكليوس، هي فين النيوكليوس؟ الكوره اللي جواها علامه البلس دي، علامه البوزيتيف دي النيوكليوس. كل ما بتبعد عن النيوكليوس كل ما الانرجي ليفل طاقته بتزيد. يعني انهي انرجي ليفل قريب من النيوكليوس، الكي ولا الكيو؟ اكيد الكيو، فعشان كده الكيو طاقتها عاليه، على عكس الكي طاقتها قليله شويه. الكي طاقتها قليله شويه، لكن الكيو لا الكيو طاقتها عاليه. فهو بيقول لك بقى بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو دي النيوكليوس، انا هعمل دي وامسحها على طول، وده الانرجي ليفل الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع. قال لك كل ما الراديوس بيزيد، ده الراديوس ما بين السنتر بتاعه النيوكليوس والانرجي ليفل ده راديوس وده راديوس وده راديوس وده راديوس وده راديوس وده راديوس وده راديوس. مين اطول راديوس؟ اللي هو الراديوس ده. قال لك كل ما الراديوس يزيد كل ما الطاقه اللي الالكترون هيحتاجها عشان يطلع للراديوس ده كله هتبقى طاقه كبيره، هيحتاج كوانتم كتير، هيحتاج انرجي كتير، هيحتاج طاقه كتيره. عشان كده لو الالكترون ده عايزه يطلع للكيو فهضطر ان انا اديله ايه؟ اديله كوانتم جامده جدا. طب لو عايزه يطلع للكي هديله طاقه قليله شويه. الحاجه الثانيه لو انت واخد بالك منها هتلاقي المسافات، بص كده، هتلاقي المسافات ما بين الانرجي ليفل مش متساويه. لو انت واخد بالك هتلاقي المسافات ما بين الانرجي ليفل بتقل كل ما تطلع لفوق. بص كل ما تطلع لفوق هتلاقي الفرق في الانرجي ليفلز وبعضها قليل. يعني لو ده 50 هتلاقي ده 400، الفرق بينهم 350. طب ده لو 850 هتلاقي له فيه 860، الفرق بينهم 10. هنا الفرق 350 يا ابويا. يعني انا الالكترون بتاعي لو في الدور الاول وهديله شلوت يطلع الدور الثاني هيحتاج مني طاقه كتيره 350. ما هو طاقته 50 طلع ل 400، فالفرق بينهم الماينس بينهم 350، فهديله شلوت يطلعه للدور الثاني شلوت قوي شويه 350. طب لو هو في الدور السادس طلع السابع على طول كده هديله شلوت خفيف، لان الفرق ما بين الاثنين انرجي ليفل قليل. يبقى كل ما بطلع لفوق الديفرنس بين الانرجي ليفل ديكريز. يبقى كل ما ببعد عن النيوكليوس كل ما بطلع لانرجي ليفل اعلى الديفرنس بين الانرجي ليفل بيبقى قليل. الديفرنس بين الانرجي ليفل بيبقى ايه؟ بيبقى قليل. حلو. يبقى انا وانا طالع باخد طاقه وانا نازل كل الطاقه اللي خدتها اخرجها في صوره حاجه اسمها سبيكترال لاين. حلو. بص بقى انا هتكلم على مين؟ انا هتكلم على الهيدروجين. طيب ادي الانرجي ليفل الاول وادي الثاني وادي الثالث وادي الرابع وادي الخامس وادي السادس وادي السابع. قال لك بص عشان بس نكون كده على نور، كده الالوان لما بتيجي بتخرج والالكترون طالع ولا والالكترون نازل؟ قال لك والالكترون نازل. طب ده الكترون في الدور السادس راجع الدور الثاني، راجع الدور الثاني، ليه ما رجعش الاول؟ عادي هو حر لو رجع الدور الثاني. طب الكترون في الدور الخامس راجع الدور الثاني، الكترون في الدور الرابع راجع الثاني، الكترون في الدور الثالث راجع الدور الثاني. قال لك كل الكترون من دول هيخرج لون مختلف. قال لك يعني من الدور السادس للثاني قال لك هخرج لون فايلوت. طب من الدور الخامس للثاني قال لك هخرج لون بلو. طب من الدور الرابع للثاني قال لك هخرج لون جرين. طب من الدور الثالث للثاني قال لك هخرج لون ريد. يا سلام. سؤال بقى مين اعلى طاقه؟ طبعا الفايلوت. ليه؟ بص راجع من السادس للثاني، الطاقه كبيره قوي، الطاقه كبيره جدا جدا جدا. هنا الطاقه قليله، هنا الطاقه قليله شويه، هنا الطاقه قليله خالص. يبقى مين اعلى طاقه؟ والله اعلى طاقه هو الفايلوت.
اقل طاقه هو الريد. عشان كده ده اعلى طاقه فعشان كده هو اقل واحد في الويف لينس، قصير. طب ده اقل طاقه عشان كده هو اعلى حاجه في الويف لينس. كده نقدر نقول ان العلاقه ما بين الانرجي والويف لينس علاقه ايه؟ علاقه انفرس، علاقه عكسيه. علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. طبعا احنا شرحنا الكلام ده بالتفاصيل بس انا مش عايز اصدعك قوي يعني. فكده لو انا راجع من الدور السادس للتاني هخرج لون اقدر اشوفه اسمه بنفسجي، من الخامس للتاني هخرج لون اقدر اشوفه اسمه ازرق، اخضر، احمر. وده اللي حصل في عنصر الهيدروجين. طب اسال سؤال، هو كده الهيدروجين خد طاقه ازاي؟ خد طاقه من الكهرباء اللي انا موصلها بالانبوبه. الكهرباء زادت قوي فدرجه الحراره برضو ابتدت تزيد قوي 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 قوي، فكده بقى الالكترونات بتاعه الهيدروجين قعدت تتنطط لفوق. قال لك على حسب بقى الدور اللي هي طلعت له والدور اللي هي راجعه له، هو كده كده كلهم هيرجعوا للدور الثاني. قال لك هيبتدي يخرج اللون كده. لو انت واخد بالك كلهم رجعوا فين؟ رجعوا للدور الثاني. فمن السادس للثاني خرج لون، من الخامس للثاني خرج لون. بس عشان كده حبيب قلبي الهيدروجين بيخرج 4 ألوان على حسب هو فين راجع فين. هو كده كده راجع الدور الثاني. طب هو فين؟ سادس رجع تاني هيخرج لون، خامس رجع تاني هيخرج لون تاني، رابع رجع تاني هيخرج لون تالت رجع تاني هيخرج لون رابع. وال4 ألوان حبيب قلبي فيزابل. خد بالك بقى، لو انت رجعت الدور الثاني بتطلع حاجه اسمها فيزابل لايت. يعني ايه فيزابل لايت؟ يعني ضوء مرئي. يعني ايه برضه ضوء مرئي؟ يعني ضوء حضرتك تقدر تشوفه، فيزابل لايت، اللي هم ال7 ألوان. طب افرض انا ما رجعتش الدور الثاني، رجعت الدور الاول. قال لك لو رجعت الدور الاول هتطلع حاجه اسمها الترا فايلوت. طب لو رجعت الدور الثالث او الرابع قال لك هتطلع حاجه اسمها انفراريد. طيب تعال نتكلم على ايه المميزات اللي عملها اخونا بور، لان بور اكيد ليه مميزات. ايه الادفانتج اللي عملها؟ قال لك ليه ميزتين. الميزه الاولى ان هو اكتشف حاجه اسمها السبكترال لاين، اللي هي الخطوط الطيفيه اللي بتخرج من الاليمنتس الكيميائيه. هو اكتشف السبكترال لاين. طيب 2، قال لك اكتشف حاجه اسمها الكوانتايزد انرجي. والكوانتايزد انرجي دي قدر عن طريقها يحدد الانرجي ليفل، يحدد مستويات الطاقه، الالكترون ده في انهي مستوى طاقه. يبقى هو عمل ميزتين، اكتشف الكوانتايزد انرجي تمام، وقدر يحدد الانرجي ليفل اللي الالكترون فيه، واكتشف السبكترال لاين. طب جميل. ايه الديس ادفانتج بقى؟ ايه العيوب؟ قال لك الراجل ده عمل 4 عيوب. العيب الاول معرفش يكتشف اي سبكترال لاين غير الهيدروجين. معرفش يكتشف اي حاجه تانية غير الهيدروجين. الاكسجين معرفش يجيب الوانه الطيفيه، النيتروجين معرفش، اي غاز معرفش. هو بس معرفش يشتغل غير على مين؟ غير على الهيدروجين بس. يبقى can't discover any spectral line، ما قدرش يكتشف اي spectral lines of any element except مين؟ except الهيدروجين. طب ليه ما عرفش يكتشف حاجة تانية غير الهيدروجين؟ اشمعنى الهيدروجين؟ قال لك عشان الهيدروجين يا ولاد ركز كده، الهيدروجين عنده simple electronic system، عنده نظام الكتروني بسيط. ليه؟ قال لك عشان الهيدروجين ده عنده 1 الكترون بس، بلعب 1 الكترون فالموضوع سهل. على عكس مين بقى؟ على عكس الاكسجين عنده 8،
على عكس النيتروجين عنده 7، على عكس الكلورين عنده 17. كل دي حاجات ما عرفش يلعب معاها. هو لعب مع مين؟ لعب مع البسيط، لعب مع البسيط. طيب الحاجة التانية ودي مهمة قوي، قال لك ignored any wave properties of الالكترون، تجاهل اي صفات موجية للالكترون. but deal with electron، اتعامل مع الالكترون as particle، اتعامل معاه كأنه بارتيكل، كأنه جزيء، وما قدرش يتعامل معاه كأنه موجة ليها خصائص موجية. هو اتعامل معاه كبارتيكل. طب سؤال، هو يعني ايه بارتيكل؟ طيب هو يعني ايه بارتيكل بقى؟ قال لك بص يا باشا، البارتيكل، كلمة بارتيكل كلمة جزيء بتتقال على أي حاجة عندها ماس وعندها تشارج. أي حاجة عندها ماس وعندها تشارج يبقى أنا كده بقول عليها بارتيكل. هو بقى بور اتعامل مع الالكترون كبارتيكل، حاجه عندها ماس وحاجه عندها تشارج. بس خد بالك الالكترون الماس بتاعته قليله جدا، زي ما احنا اتفقنا الماس بتاعت الالكترون نيجليجابل يعني قليله جدا 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 فوق ما انت متخيل، قليله جدا 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 فوق ما انت متخيل. وتعامل مع الالكترون كبارتيكل عنده ماس وعنده تشارج، وتجاهل خالص الصفات اللي هي الويف بروبرتيز. العيب التاني ده بقى، جه واحد اسمه ايه بقى؟ اسمه دي برولي، عالم. عايز بس اختار لون حلو كده، تعالى هات اللون ده. في عالم يا جماعه اسمه دي برولي. العالم اللي اسمه دي برولي حل العيب التاني بتاع بور، وعمل حاجه اسمها الدول نيتشر. عمل حاجه اسمها الدول نيتشر اللي هي الطبيعه المزدوجه. الدول نيتشر اوف الالكترون، الطبيعه المزدوجة، يعني الإلكترون عنده طبيعتين. طيب الدول نيتشر اوف الإلكترون دي عملها واحد اسمه دي برولي. قال إيه بقى؟ قال الإلكترون has wave properties and particle، يعني الإلكترون ده بارتيكل وعنده ويف بروبرتيز. الالكترون ده عنده صفات موجيه وهو جزيء، عنده ماس وعنده تشارج. يبقى المشكله الثانيه دي مين حلها؟ حلها اخويا دي برولي في الدول نيتشر، وده عالم من العلماء بتوع المودرن. طيب الخطوه او العيب الثالث، بقى العيب رقم 3 ايه هو بقى؟ بور قال لك possible، ممكن اقدر possible to determine، اقدر ان انا determine، اقدر ان انا احدد اللوكيشن، مكان اللوكيشن and السبيد، اللوكيشن and speed of electron. اقدر احدد اللوكيشن والسبيد بتاع الالكترون. بص بقى، بص دي at same time. شوف بقى السافل بقى، at same time يعني ايه at same time؟ يعني مش بس اقدر احدد اللوكيشن والسبيد، لا، قال لك ده كمان في نفس الوقت. طبعا وده عيب كبير جدا. مين حل العيب ده؟ قال لك اللي حل العيب ده عالم تاني، عالم في المودرن. اسمه ايه بقى؟ اسمه هايزنبرج. العالم اللي اسمه هايزنبرج بقى عمل نظريه اسمها الانسرتينتي برنسبل، نظريه الاحتماليه. قال لك ايه بقى؟ قال لك impossible، بالبونت العريض كده impossible. يعني كلمه impossible مستحيل احدد اللوكيشن والسبيد بتاع الالكترون. مستحيل احدد اللوكيشن والسبيد بتاع الالكترون. ده شيء صعب جدا ان انا احدد اللوكيشن والسبيد بتاع الالكترون. ليه؟ عشان الالكترون ده سرعته قريبه من سرعه الضوء. طب سرعه الضوء كام؟ قال لك 3 × 10⁻⁸ متر بير سكند.
بيقطع 300 مليون متر في الثانية الواحدة، حاجة سريعة جدا جدا جدا. ازاي تقدر تحدد مكانه وسرعته حوالين الانرجي ليفلز؟ ده شيء مستحيل، ده شيء مستحيل. العيب رقم 4، المشكلة الرابعة، وخد بالك ده العالم الثاني في المودرن. يبقى العالم الاولاني دي بروليه اللي قال الالكترون ليه طبيعتين، الطبيعة الأولى إن هو موجة عنده خصائص موجية، الطبيعة الثانية إن هو جزيء عنده ماس وتشارج. العيب الثالث اللي حله هايزنبرج إن أخونا بور قال ممكن أحدد اللوكيشن والسبيد بتاع الإلكترون في نفس الوقت. جه هايزنبرج قال لا يا حبيبي ده مستحيل، مستحيل خالص، لأن الإلكترون سرعته قريبة من سرعة الضوء. النقطة الرابعة بقى قال لك إيه بقى؟ بص، الإلكترون of الهيدروجين جاز او الالكترون اوف الهيدروجين اتوم revolve in، بص بقى، circular planar orbit. يعني ايه؟ يعني قال ان الالكترون بيلف في مستويات طاقة، هذه المستويات مدورة مسطحة، مدارات او مدار دائري مسطح. ممكن اعرف يعني ايه كلمه مدار دائري مسطح؟ يعني دوريه زي انا هرسمها على البورد كده، ده اسمه مدار دائري مسطح. مسطح يعني ملوش ابعاد. حلو كده. قال لك احنا بقى اكتشفنا باطل الكترون، بس الالكترون باطل الكترون ريفولف ان، بص بقى، بص، free coordinate dimension orbit، يعني بيلف في مدارات ثلاثية الأبعاد. اكتشفنا ان الالكترون بيلف في مدارات ثلاثية الأبعاد. مين اللي اكتشف الكلام ده؟ عالم عبقري جدا 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 اسمه شرودنجر. والشرودنجر ده عمل حاجة اسمها الويف ايكويشن، المعادلة الموجية. والمعادلة الموجية دي هي اللي اكتشفت لنا حاجة اسمها الكوانتم نمبر. بس كده. يبقى انا دلوقتي عندي كام ميزه بور قالها؟ والله يا بور اكتشف بالعقل كده وبالراحه، بور اكتشف السبكترال لاين. ما هي السبكترال لاين؟ والله يا حبيب قلبي السبكترال لاين دي خطوط طيفيه، خطوط طيفيه. واكتشف حاجه اسمها الكوانتايزد انرجي. الكوانتايزد انرجي الطاقه الكميه اللي الالكترون بياخدها، وعلى حسب كميه الطاقه اللي خدها على حسب الانرجي ليفل اللي هيروح له. وهو راجع اتفقنا هيخرج الوان، واتفقنا لو هو راجع الدور الثاني هيخرج الوان مرئيه. من السادس للثاني الهيدروجين هيخرج فايلوت، من الخامس للثاني بلو، من الرابع للثاني جرين، من الثالث للثاني هيخرج ريد. طب لو رجع الاول هيطلع حاجه اسمها اليو في. طب لو رجع الثالث او الرابع هيطلع حاجه اسمها انفراريد. وبعد كده اتكلمنا على العيوب. معرفش يكتشف اي سبكترال لاين لاي اليمنت لاي جاز ما عدا الهيدروجين. طب اشمعنى الهيدروجين على راس امه ريشه؟ قال لك لا، عشان الالكترونيك كونفيجريشن بتاعته فيري سمبل. 2، تجاهل الصفات الموجيه. بور تجاهل الصفات الموجيه، ما تعاملش مع الالكترون كويف، ما تعاملش مع الالكترون كويف. عنده خطوط طيفيه، ليه ويف لينس، ليه انرجي، ليه فريكوانسي. اتعامل معاه كبارتيكل، حاجه عندها ماس وتشارج. طيب مين اللي حل المشكله دي؟ طبعا دي بروليه، اول عالم في المودرن. دي بروليه صاحب نظريه الدول نيتشر، قال الالكترون يا حبيب قلبي عنده ماس وعنده تشارج، هو بارتيكل وفي نفس الوقت عنده ويف بروبرتيز. بور المشكله الثالثه قال ممكن احدد اللوكيشن والسبيد بتاعه الالكترون. جه واحد اسمه هايزنبرج عمل حاجه اسمها الانسرتينتي برنسبل، قال امبوسيبل، مستحيل احدد لوكيشن وسبيد حاجه سريعه لدرجه مدمره.
ما اقدرش احدد سرعه ومكان حاجه سريعه جدا، ما اقدرش احدد مكانه خالص. بور اخر غلطه عملها قال ان الالكترون بيلف في مدارات دائريه مسطحه، بس احنا اكتشفنا قدام ان هو بيلف في مدارات ثلاثيه الابعاد 3D dimension. واللي اكتشف ده شرودنجر، عمل حاجه اسمها الويف ايكويشن، والويف ايكويشن دي نقلتنا لحاجه مهمه جدا 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 اسمها الكوانتم نمبر. الكوانتم نمبر عندنا هم 4 كوانتم نمبر، بس قبل ما ادخل عليهم عايزك تاخد بريك تذاكر النص ساعه اللي فاتت دي بهدوء وتيجي نكمل. طيب تعالى كده على الكوانتم نمبر. الكوانتم نمبر هم 4. ال4 كوانتم نمبر دولت ايه بقى؟ قال لك حاجه اسمها N، وحاجه اسمها L، وحاجه اسمها ML، وحاجه اسمها MS. طيب ايه الN دي؟ قال لك الN دي هي حاجه اسمها البرنسبل، هي حاجه اسمها البرنسبل كوانتم نمبر، اللي هو من الاخر يعني هو الانرجي ليفل. طيب ايه ال دي بقى؟ قال لك ال دي حاجه اسمها subsidiary quantum number، اللي هي حاجه اصغر من الانرجي ليفل اسمها السب ليفل. طب ايه بقى الام ال دي؟ قال لك دي حاجه اسمها الماجنتيك كوانتم نمبر، اللي هي حاجه اصغر من السب ليفل اسمها الاوربيتال. طب ايه بقى الام اس دي؟ قال لك الام اس دي اسمها السبين كوانتم نمبر، اللي هي الالكترون. وخد بالك الانرجي ليفل اكبر من السب ليفل، والسب ليفل اكبر من الاوربيتال، والاوربيتال اكبر من الالكترون. يعني الالكترونات جوه الاوربيتالات، والاوربيتالات جوه السب ليفلات، والسب ليفلات جوه الانرجي ليفلات. طيب واحده واحده كده وتاتا تاتا. انا هبدا معاك بالان. ما هي الان يا جماعه؟ قال لك الان هي الانرجي ليفل. طب ما انا لسه شارحها. ايه هي الانرجي ليفل؟ الانرجي ليفل هي 7 مستويات الطاقه، اللي هو الكي والال والام والان والاو والبي والكيو. اهو كي ال ام ان او بي كيو. الان دي ليها 7 ارقام، لا اما رقم 1، لا اما 2، لا اما 3، لا اما 4، لا اما 5، لا اما 6، لا اما 7. يعني الان كده من 1 ل 7، اقل حاجه ال1، اعلى حاجه ال7. الخطوه اللي بعد كده، تمام، احنا عارفين ان كل انرجي ليفل بيشيل عدد من الالكترونات. انا اكتشفت ان الانرجي ليفل الاول بيشيل الكترونين، والتاني بيشيل 8، والتالت بيشيل 18، والرابع بيشيل 32، واللي بعده كله بيشيل 32. طب ازاي عرفنا ان ده بيشيل 2 وده 8 وده 18 وده 32؟ قال لك عن طريق قاعده اسمها ال2n باور 2. يعني ايه 2n باور 2؟ قال لك حط ال2 وشوف الn، يعني رقم الانرجي ليفل بتاعك، هل هو 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، وحط باور 2 يا ريس. 2 هيطلع عندك ال2 1 باور 2 ب 2، ال2 2 باور 2 ب 8، ال2 3 باور 2 ب 18، ال2 4 باور 2 هيطلع عندك 32. في مشكله في الكلام ده؟ عشان كده دي الانرجي ليفلز، وكل انرجي ليفل بيشيل كام. طب احنا ليه ما طبقناش القاعده دي على الاو والبي والكيو؟ قال لك بالعربي كده اهو، بالعربي، لو الانرجي ليفل بقى شايل اكتر من 32 الكترون، هيبقى بص دي، هيبقى unstable. هيبقى unstable. يعني كلمة unstable يعني هيبقى غير مستقر. هيبقى غير مستقر. عشان كده اجمد انرجي ليفل هو بيشيل 32. فالرابع زي الخامس زي السادس زي السابع كلهم بيشيلوا 32 بس كده. دي كده الانرجي ليفل. حلو، من 1 ل 7، 7 مستويات،
كل مستوى بالقاعده اللي اسمها ال 2 ان باور 2 عرفت كل مستوى بيشيل كام. طيب تعالى معايا بقى على حاجه تانية اسمها ايه بقى؟ اسمها ال. ما هي ال بقى؟ ال هي السب ليفل. السب ليفل دي بتبقى جوه الانرجي ليفل. انا دايما بحب اشبه الان عامله زي ايه؟ الان عامله زي ادوار العماره. انا عندي كام دور؟ عندي 7 ادوار. كي ال ام ان او بي كيو اهو. كي ال ام ان او بي كيو. ده كده ادوار العماره. كل دور فيه شقه. ده الدور الاول، ده الدور الثاني، ده الدور الثالث، ده الدور الرابع، ده الدور الرابع، ده الدور الخامس، ده الدور السادس، ده الدور السابع. 7 ادوار. كل دور بيبقى فيه عدد من الشقق. طب انت عندك كام شقه؟ قال لك انا عندي 4 شقق. شقه اس، شقه بي، شقه دي، شقه اف. الشقه اس دي احقر شقه، شقه واخده رقم 0. الشقه بي اعلى شويه رقمها 1، يلا 2، يلا 3. اعلى شقه الاف. اعلى شقه الاف ليه؟ عشان ال بتاعتها رقم 3. يبقى كده الالات بتاعتي من 0 ل 3. 0 لو ال بتاعتك 0 تبقى انت في الشقه اس. طب لو ال بتاعتك 1 تبقى انت في البي. طب 2 تبقى انت في الدي. 3 تبقى انت في الاف. طيب الدور الاول فيه كام شقه؟ قال لك الدور الاول فيه شقه واحده. بجد والله؟ انهي شقه بقى؟ قال لك الشقه اللي اسمها الاس. طب جميل. الشقه اللي اسمها الاس. طب الدور الثاني قال لك في شقتين، الاس والبي. طب الدور الثالث قال لك الاس والبي والدي. طب الدور الرابع الاس والبي والدي والاف. طب الدور الخامس اس بي دي اف. طب الدور السادس اس بي دي اف. السابع اس بي دي اف. جميل. ايه ده؟ طب الاس دي في انهي دور؟ قال لك الدور الاول. ايه ده؟ يعني الرقم اللي جنب الشقه ده رقم الدور؟ كده الدور الاول. طب كده الثاني، طب كده الثالث، طب كده الرابع، طب كده الخامس، طب كده السادس، طب كده السابع. فهمت اللعبه؟ طب ده في الثاني، الشقه دي في الدور الثاني، في الدور الثالث، في الدور الرابع، وهكذا. طب الشقه دي في الدور الثالث، في الدور الرابع، خامس، سادس، سابع. طب الشقه دي في الدور الرابع، وهكذا وهكذا. طيب ممكن اعرف، ركز كده، ممكن اعرف كل دور بيحتوي على كام شقه؟ يعني كل انرجي ليفل فيه كام سب ليفل؟ قال لك بقاعده حلوه قوي اسمها ايه؟ اسمها 0 n - 1. ايه ال n دي؟ رقم الدور 1 2 3 4 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0. يلا 0 2 1 - 1 0. من 0 لل 0 اللي هي الشقه 0. طب يلا 0 2 2 - 1 2 - 1 1. يبقى انا عندي شقه ب1 وشقه ب0. طب 0 3 - 1 0. يعني انا عندي شقه 0. 3 - 1 2. يبقى كده في شقه 1 وفي شقه 2. ادي شقه 1 ال1 وادي ال2. دي ال1 ودي ال2. طب يلا على الرابع 0 4 - 1 3. يبقى من ال0 لل3 يعني في 1 وفي 2 وفي 3. يبقى 0 شقه 0 اهي، 1 اهي، 2 اهي، 3 اهي. يبقى انا القاعده دي ال0 n - 1 بعرف بيها كل انرجي ليفل جواه كام سب ليفل. تاني بعرف بيها كل انرجي ليفل جواها كام سب ليفل. وخد بالك اللي انا بقوله في الرابع بيتكرر في الخامس والسادس والسابع. بس ده الموضوع بمنتهى البساطه. ده الموضوع بمنتهى البساطه. يبقى انا عندي ادوار، كل دور فيه عدد من الشقق. طب تعال نشوف بقى الشقق اللي هي السب ليفل فيها عدد ايه من الغرف. قال لك الغرف دي بقى هي اللي انا بقول عليها
الام ال هو رقم الغرفة. طيب انت بس واحدة واحدة، انت عندك كام شقة؟ عندي 4، الاس والبي والدي والاف. ممكن اعرف دي ال بتاعتها كام؟ 0. طب دي 1. طب دي 2. طب دي 3. ممكن اعرف دي عندها كام غرفة؟ قال لك دي غرفة واحدة. طب دي 3 غرف. طب دي 5 غرف. طب دي 1 2 3 4 5 6 7 غرف. يبقى دي كده فيها كام اوربيتال؟ الاس فيها كام اوربيتال؟ فيها اوربيتال واحد. اوربيتال واحد يعني غرفة واحدة. طب دي فيها كام اوربيتال؟ 3 اوربيتالات، 3 اوربيتال. طب دي فيها كام؟ قال لك دي فيها 5 اوربيتال. طب دي فيها كام؟ قال لك دي فيها 7 اوربيتال. دي فيها 7 اوربيتالات. جميل. يبقى الاس غرفة 3 5 7. الخطوة اللي بعد كده عايز اعرف الام ال، عايز اعرف ازاي ارقم الغرفة. قال لك الشقة دي رقمها 0، تبقى غرفتها 0. طب الشقة دي رقمها 1، عايز ترقم الغرف؟ يبقى لو انا عايز ارقم الغرف بعمل ايه؟ نيجاتيف ال، حط رقم الشقة بالنيجاتيف وبالبوزيتيف وفي النص 0. طب دي كام؟ 1 صح؟ يبقى نيجاتيف 1. والناحية التانية في الآخر بوزيتيف 1 0. طب هنا ال ب2 يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. طب هنا نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3. يبقى أنا كده رقمت الام ال ازاي؟ شفت ال بالنيجاتيف بكام؟ بالبوزيتيف بكام؟ في النص 0. نيجاتيف كام؟ بوزيتيف كام؟ 0. نيجاتيف كام؟ بوزيتيف كام؟ في النص 0. يبقى انت لو ال بتاعتك ب1 يبقى نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1. طب انت لو ال بتاعتك ب2 يبقى نيجاتيف 2 وبعد النيجاتيف 2 نيجاتيف 1 وبعد النيجاتيف 1 0 بعد ال0 1 2. طب ال بتاعتك رقم الشقه بتاعتك 3 تبقى الغرف. يبقى انا بجيب رقم الغرف، رقم الاوربيتال من رقم الشقه. بجيب رقم الاوربيتالات من الرقم بتاع السب ليفل. بجيب الام ال من ال. شوف ال بكام؟ حطها بالنيجاتيف بالبوزيتيف في النص 0. طيب ال ب3 يبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3. في مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طيب تعال نشتغل بالقاعدة. أنا لو عايز أعرف السب ليفل في كام أوربيتال، يعني أنا عرفت الدور في كام شقة. طب عايز أعرف الشقة بقى فيها كام غرفة. قال لك 2L بلس 1. حلو. أنت عندك كام قيمة لل 4؟ لا إما 0 لا إما 1 لا إما 2 لا إما 3. 2 multiply 0 2 multiply 1 2 multiply 2 2 multiply 3 بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1. هيطلع عندك هنا 1، هيطلع عندك هنا 3، هيطلع عندك هنا 5، هيطلع عندك هنا 7. طالب يجي يقول لي ايه؟ بقول لك يا يحيى طب ما انا كده كده حافظهم. اقول لك ايوه حبيبي بس لازم تبقى عارف القاعده. لان هو ممكن في الامتحان يقول لك ايه؟ ازاي اجيب الاوربيتال اللي جوه السب ليفل؟ اجيبها بأنهي قاعده؟ 2L بلس 1. طب ازاي اجيب السب ليفل من البرنسبل ليفل؟ يعني ازاي اجيب السب ليفل من الانرجي ليفل؟ 0 to n minus 1 0 to n minus 1. بس في مشكله في الكلام ده؟ طب افرض بقى انا كده جبت ايه؟ جبت الغرف من الشقق. طب افرض عايز اعرف عندي كام غرفه في الدور. المفروض انا بجيب الغرف اللي في الشقق والشقق اللي في الادوار. لا انا عايز اجيب كام غرفه في الدور. قال لك هتعمل ايه بقى؟ بمنتهى البساطه كده هتعمل الN باور 2. لو عملت الN باور 2 هتعرف في كام اوربيتال. يعني بص كده 1 باور 2 ب 1 2 باور 2 ب 4 3 باور 2 ب 9 4 باور 2 ب 16. طب ما تيجي نحسب كده يلا. الاس فيها كام غرفة؟ واحدة. ده الدور الأول في غرفة واحدة شقة واحدة. طب الدور الثاني في شقتين الاس والبي. الاس فيها غرفة البي فيها 3 يبقى التوتال 4. الله أكبر. طب الدور الثالث في كام شقة؟ في 4
سوري في 3. الاس غرفه، البي 3 كده 4، الدي 5 يبقى 9. طب الدور الرابع فيه 4 غرف، سوري في 4 شقق. الشقه اس فيها اوربيتال 1. الشقه بي السب ليفل بي فيه 3، 1 و3 4. الدي 5، 4 و5 9. الاف فيه 7 غرف يبقى 16. يبقى انت لو عايز تعرف الان الدور في كام غرفه هتعمل ان باور 2. طب عايز تعرف الشقه 0 to n minus 1. طيب فاحنا كده يا حبيب قلبي عرفنا ازاي نقدر نجيب الاوربيتال من الانرجي ليفل او من الان، عرفنا نجيب الام ال، ومن ال عرفنا نجيب الام ال، ومن الان عرفنا نجيب ال. طيب انا دلوقتي الاس السب ليفل اس في كام اوربيتال؟ 1. طب السب ليفل بي في 3 اوربيتال. طب الدي في 5 اوربيتال. طب الاف في 7 اوربيتال. طيب تعالى بقى معايا على حاجه مهمه قوي، وهي ايه بقى جامد يا جميل يا امور؟ هو انا ممكن اعرف ايه هي الام اس؟ قال لك مثلا لو انت عندك اوربيتال، الاوربيتال الواحد بتحط فيه كام الكترون؟ قال لك الام اس لا اما الكترون بحطه باصص لفوق يعني كلوك وايز، لا اما الكترون بحطه باصص لتحت انتي كلوك وايز. يبقى لا اما بيتحط كلوك وايز لا اما بيتحط انتي ايه؟ انتي كلوك وايز. فانا بحط واحد كده وواحد كده. طب افرض بقى عندي 3 اوربيتال، هيتحطوا ازاي؟ قال لك بحط واحد لفوق والتاني لفوق والتالت لفوق. يبقى ده الالكترون الفيرست، ده السكند، ده الثيرد، وده الفورث، ده الرابع باصص لتحت، الخامس باصص لتحت، السادس باصص لتحت. ده اجباري تعمل كده. طب تعالى لو انا عندي 5 غرف، قال لك حبيبي لو انت عندك 5 غرف 1 2 3 4 5 لازم تعمل كده. هتحط واحد باصص لفوق والتاني باصص لفوق، باصص لفوق، باصص لفوق، باصص لفوق، وبعد كده السادس باصص لتحت، باصص لتحت، باصص لتحت، باصص لتحت، باصص لتحت. يبقى انت كده لازم ترص الكتروناتك كده سنجل 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 سنجل، دبل 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 دبل، سنجل 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 سنجل، بعد كده دبل دبل دبل. طب ليه بحط واحد باصص لفوق وواحد باصص لتحت؟ قال لك عشان امنع الريبالشن، عشان نو ريبالشن، عشان ما يبقاش فيه ريبالشن، عشان امنع الريبالشن، عشان ما اخليش فيه ريبالشن. وده اهم حاجه عندي، ده اهم حاجه عندي ان ما يبقاش فيه ريبالشن. ده اهم حاجه، ده اهم حاجه. فبخلي واحد بيلف مع عقارب الساعه بوزيتيف هاف، وواحد تاني بيلف عكس عقارب الساعه نيجاتيف هاف، بس كده. فما يبقاش فيه ريبالشن، ما يبقاش فيه ريبالشن. طيب كده نكون بمنتهى البساطة رجعنا لحضرتك على حاجة اسمها الكوانتم نمبر بتاعة شرودنجر. طب تعالى بقى كده نراجع على ازاي نقدر نوزع، لأن التوزيع ده مهم. قالك عشان تقدر توزع لازم تبقى فاهم حاجة كويس. هي ايه طريقة التوزيع بتاعت زمان؟ قالك يعني مثلا طبعا هنشتغل على الالكترونيك، او تعال نبدأها صفحة جديدة. احنا نشتغل على حاجة اسمها الالكترونيك كونفيجريشن، التوزيع الالكتروني، الالكترونيك كونفيجريشن. طيب احنا هنوزع ازاي بقى؟ قال لك تعالى اقول لك. الاول بس لازم تعرف هي ايه طريقة التوزيع بتاعت زمان. قال لك يعني مثلا انا عندي حاجة زي الكالسيوم ده ب20. طيب لما تيجي توزعه بطريقة زمان بيتوزع ازاي؟ 2 8 8 2.
فكنت بتملى الكي عشان اقل طاقه، بعد كده ال بعد كده الام بعد كده الان. لو كنت قلت لك تعالى وزع الصوديوم ب 11، كنت بتوزعه ازاي؟ 2 8 1، بتملى الكي بعد كده ال بعد كده الام. صح؟ صح كده؟ الطريقه دي اسمها طريقه تيتا، الله يمسيها بالخير، طريقه زمان يعني، طريقه زمان. انت حبيب قلبي كبرت، انت حبيب قلبي كبرت، فهنوزع ازاي؟ قال لك عشان تفهم التوزيع هنتكلم على واحد اسمه باولي، هنخلصه هنتكلم على واحد اسمه هاند، وبعد كده نتكلم على واحد اسمه اوف بو. يبقى كده في كام شخص؟ في 3. انا هبدأ بمين؟ هبدأ باوف بو. اوف بو قال لك ايه بقى؟ قال لك انا هوزع الالكترونات بس مش هوزعها في انرجي ليفل. امال انت هتوزعها ازاي؟ قال لك انا هوزعها في حاجه اسمها السب ليفل، ومش اي سب ليفل بقى، لا ده اللوست سب ليفل ان انرجي، السب ليفل الاقل طاقه فيلد فيرست، السب ليفل اللي اقل طاقه فيلد فيرست هيتملي الاول، السب ليفل الاقل طاقه هيتملي الاول وبعد كده الاعلى طاقه. طب انا الانرجي ليفل عارف مين اقل طاقه ومين اعلى طاقه، طب انا هعرف ازاي السب ليفل مين اقل طاقه ومين اعلى طاقه؟ قال لك اوف بو مرتبهم لحضرتك ازاي بقى؟ قال لك الدور الاول اللي هو الكي في الاس، وبعد كده الثاني السي بي، الثالث السي بي، الرابع اس دي بي، الخامس اس دي بي، السادس اس اف دي بي، السابع الاخير اس اف دي بي. طيب بنعمل ايه بقى؟ قال لك دي الاس اللي في الدور الاول، ودي اللي في الدور الثاني، ودي اللي في الدور الثالث، ودي اللي في الدور الرابع، ودي اللي في الدور الخامس، ودي اللي في الدور السادس، ودي اللي في الدور السابع. طيب البي دي في الدور الكام؟ قال لك دي في الثاني، ونطلع هنا بقاعده، البي في الثالث، البي في الرابع، البي في الخامس، البي في السادس، البي في السابع، ونطلع هنا بقاعده. ايه هي القاعده بقى؟ ان الدور بتاع الاس هو الدور بتاع البي، يعني الانرجي ليفل اللي فيه البي هو الانرجي ليفل اللي فيه الاس. طيب قال لك الدي مش الاس في الرابع تبقى الدي في الثالث، مش الاس في الخامس تبقى الدي في الرابع، مش الاس في السادس تبقى الدي في الخامس، مش الاس في السابع تبقى الدي في السادس. ونطلع هنا بقاعده ثانيه، ان الدور بتاع الاس هو الدور بتاع الدي، بس اخصم واحد ماينس 1. الدور بتاع الاس هو الدور بتاع الدي ماينس 1. طيب تعال على الاف، الاف في الاس في السادس تبقى الاف في الرابع، الاس في السابع تبقى الاف في الخامس. ونطلع هنا بقاعده تانية، ان الدور بتاع الاس هو الدور بتاع الاف، بس اخصم 2. يا سلام يا سلام. عشان كده بنقول ايه؟ اس ده بيتملي الاول، بعد كده اس سي بي، ده بعد كده ده، بعد كده اس سي بي، ده بعد كده، بعد كده اس دي بي، اس دي بي، اس اف دي بي، اس اف دي بي. قول كده اس ده اقل سب ليفل في الطاقه بملاه الاول، بعد كده اس الثانيه اللي في الدور الثاني، بعد كده البي الثانيه اللي في الدور الثاني، بعد كده الاس الثالثه، البي الثالثه، رابعه دي بي، اس دي بي، اس اف دي بي، اس اف دي بي. قول كده اس، طبعا طلاب السنتر والاونلاين حافظينها طبعا، اس سي بي، اس سي بي، اس دي بي، اس دي بي، اس اف دي بي، اس اف دي بي، اس سي بي، اس سي بي. واخد بالك كل 2 انرجي ليفل ورا بعض بقول فيهم نفس الكلام. بص اس سي بي، اس سي بي، اس دي بي، اس دي بي، اس اف دي بي، اس اف دي بي. يعني الثاني والثالث السب ليفل متكرره،
من حيث الطاقة. الرابع والخامس متكررة، السادس والسابع متكررة، الأول فكك منه اس. شكرا. طيب ممكن أعرف الاس في كام غرفة؟ غرفة واحدة. هتشيل كام إلكترون؟ 2. أحط هنا 2 وهنا أحط هنا 2 عشان في غرفة واحدة بتشيل إلكترونين. طب البي في 3 غرف بيشيل 6 إلكترونات. طب الدي في 5 غرف بيشيل 10 إلكترونات. طب الاف في 7 غرف بيشيل 14 الكترون، 14. طيب ما تيجي نملى كده بطريقه اوف بو. يلا بينا. تعالى كده نوزع الكالسيوم 20 بطريقه اوف بو. قال لك يا باشا ال1 اس اهي، حط فيها 2 باور 2 يعني حطيت 2 الكترون. بعد كده 2 اس 2، بعد كده 2 بي 6، بعد كده 3 اس 2، بعد كده 3 بي 6، بعد كده 18. ال4 اس حط فيها 2 كده ال 20 بتوعك. طب ما فهمتش دي، تعالى خد دي. لو جيت قلت لك مثلا تعالى نمسك الاكسجين ابو 8، تعالى نوزعه. يلا ها، 1 اس 2، بعد كده 2 اس 2، بعد كده 2 بي 6، بعد كده 2 بي 6 كده 10. انا مش هحط في البي 6، امال هتحط في البي كام؟ قال لك احط في البي 4. ليه؟ عشان هي الاكسجين ب 8، ف2 و2 4 و4 8. طيب تعالى مثلا نشتغل على الصوديوم مثلا. الصوديوم ب 11. يلا هشتغل عادي جدا. 1 اس 2، بعد كده 2 اس 2، بعد كده 2 بي 6 كده 10، وال3 اس حط فيها 1 يبقى كده ال 11. يبقى انا بشوف معايا كام الكترون وببتدي اوزع الالكترونات في الباورز دي لحد ما يخلصوا معاك. الاس بتشيل 2، ينفع تشيل 1، ما ينفعش تشيل 3. البي بتشيل 6، ينفع تشيل اقل من ال6، اكتر من ال6 لا. الدي بتشيل 10، ينفع تشيل اقل من ال10 بس ما ينفعش تشيل اكتر من ال10. كلام متفقين عليه، كلام متفقين عليه. طيب تعالى معايا على مثلا لو جيت اتكلم على حاجه زي كده مثلا كبر 29. يلا هملى عادي جدا. 1 اس 2، بعد كده 2 اس 2، بعد كده 2 بي 6 كده 10، بعد كده 3 اس 2، بعد كده 3 بي 6 كده 18، بعد كده 4 اس 2 20 وانت معاك 9. بعد ال 4 اس يجي ال 3 دي. 3 دي كام؟ 3 دي 9. جميل، حلو الكلام. يبقى انا بمسك ال 29 واحط الباورز لحد ما اخلصهم. طب تعالى مثلا لو جيت قلت لك حاجه زي الفوسفورس مثلا، فوسفورس 15، هتوزع عادي جدا. ها، 1 اس 2، بعد كده 2 اس 2، بعد كده 2 بي 6، بعد كده 3 اس 2 كده 12، يبقى 3 احطهم في البي. 3 بي 3. طريقه التوزيع ده يا جماعه دي طريقه التوزيع الحديثه. دي طريقه التوزيع الحديثه، طريقه التوزيع الجديده. جميل الكلام. طيب انا كده شرحت لك طريقه التوزيع بطريقه اوف بو. ايه بقى طريقه هاند؟ قال لك هاند، قال لك ايه؟ قال لك احنا هنشتغل بطريقه الرسم، هنقعد نعمل مربعات. ازاي هنعمل مربعات؟ يعني مثلا تعالى على الفوسفورس 15 ده، لو انا قلت لك تعالى ارسمه لي بطريقه هاند. هاند قال لك ايه؟ قال لك مش الاس دي غرفه واحده مربع. طب الاس الثانيه غرفه مربع اعلى شويه. طب البي 3 مربعات. طب الاس مربع. طب البي 3 مربعات بالشكل ده. يبقى ده ال1 اس، وده ال2 اس، وده ال2 بي، وده ال3 اس، وده ال3 بي. طبعا ده شايل 2، ده شايل 2، ده شايل 6، ده شايل 2، ده شايل 3. فهتيجي ترص ازاي؟ 1 2 1 2. طب البي فيها 6، سنجل 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 دبل دبل دبل، بعد كده 1 2، بعد كده سنجل سنجل سنجل.
يبقى انت كده حبيبي وزعت، انت كده وزعت ال 15 بس بطريقه مين؟ طريقه هاند. طريقه هاند. طب تعالى كده، تعالى نمسك مثلا يعني الكبر، بس هي المسافه مش هتكفي. تعالى كده نمسك الكبر. لو انا عايز اوزع الكبر بطريقه هاند هعمل ايه؟ مش ده ال1 اس، هتقوم جاي حاطط ال1 اس بالشكل ده، بعد كده ال2 اس، بعد كده ال2 بي، بعد كده 3 اس، بعد كده 3 بي، بعد كده ال4 اس، بعد كده ال3 دي. 1 2 3 4 5. طيب واحده واحده، انا بعمل مربعات تدريجيه. ادي ال1 اس، ادي ال2 اس، ادي ال2 بي، ادي ال3 اس، ادي ال3 بي، ادي ال4 اس، ادي ال3 دي. دي فيها 2 بص بقى، يلا 1 2. دي فيها 2 1 2. دي فيها 6، 1 2 3 4 5 6. 1 2 يلا 1 2 3 4 5 6. طب دي فيها 2، 1 2. طب دي فيها كام؟ 9 هم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بس. دي طريقة هاند. دي طريقة هاند ان انت تعمل مربعات وتوزع الالكترونات. وبعمل ايه بقى؟ ما ينفعش اسيب غرفة فاضية وفي غرفة فيها 2 الكترون، بتسنجل الغرف، تحط في كل غرفة سنجل الكترون، بعد كده ترجع تعمل بيرنج. طيب باولي قال ايه بقى؟ باولي قال ايه؟ قال لك مفيش 2 الكترون. تاني، مفيش 2 الكترون في نفس الاتوم عندهم نفس الاربعه كوانتم نمبر. اديك مثال، لو انا مثلا مسكت الالكترون ده ومسكت الالكترون ده، تعالى كده، ده في الدور الكام؟ شقه كام؟ غرفه كام؟ بيلف ازاي؟ وده الدور الكام؟ شقه كام؟ غرفه كام؟ بيلف ازاي؟ يلا، ده في الدور الكام؟ ده في الدور الاول. شقه كام؟ شقه رقم 0 عشان الاس. غرفة كام؟ غرفة 0. بيلف ازاي؟ بيلف نيجاتيف هاف. ليه؟ بيلف باصص لتحت. طب تعال هنا، ده في الدور الثالث شقة 1 عشان البي، غرفة نيجاتيف 1. بيلف ازاي؟ بيلف بوزيتيف هاف. هتلاقي الدوران هنا غير الدوران هنا، الغرفة هنا غير الغرفة هنا، الشقة هنا غير الشقة هنا، الدور هنا غير الدور هنا. في اختلاف. في اختلاف. عشان كده بيقول لك ايه؟ مستحيل تلاقي 2 الكترون عندهم نفس الاربعه كوانتم نمبر، مستحيل. طب تعالى كده، انا بختار اي حاجه. تعالى ناخد الالكترون ده وناخد الالكترون ده. طب يلا، الالكترون ده في الفور اس، يبقى في الدور الرابع، شقه 0، غرفه 0، بيلف باصص لفوق بوزيتيف هاف. يبقى دي الان، دي ال، دي الام ال، دي الام اس. طب تعالى هنا، ده في الدور الثاني، غرفه 0، شقه 0، غرفه 0، نيجاتيف هاف. الاختلاف فين؟ ده بيلف باصص لفوق، ده بيلف باصص لتحت، ده في الدور الرابع، ده في الدور الثاني. مستحيل يبقى عندك 2 الكترون، باولي اللي قال كده، مستحيل يبقى عندك 2 الكترون عندهم نفس الاربعه كوانتم نمبر. حلو. يبقى اوف بو عمل ايه؟ اوف بو قال لك انا هوزع الالكترون في السب ليفل. طب عمل ايه؟ رتب السب ليفل من الاقل طاقه للاعلى طاقه بقانون اسمه ان بلس ال. يعني انت لو عايز تتاكد بجد ان ال2 اس اقل طاقه من ال2 بي، اعمل ان بلس ال. الان 2، الان 2، ال 0. طب 2 بلس 0 2. الان 2، ال 1 2 بلس 1 3، ده اقل طاقه ده اعلى. 3 بلس 0 3، 3 بلس 1 4، ده اقل طاقه ده اعلى. يبقى انت لو عاوز، وركز كده، لو عاوز بجد تتاكد ان ده اقل طاقه وده اعلى طاقه، اعمل شوف السب ليفل بتاعك رقمه كام في الدور الكام. طيب عملنا احنا ايه؟ قلنا اس، قلنا كده اس، بعد كده اس سي بي، اس سي بي، اس دي بي، اس دي بي، اس اف دي بي، اس اف دي بي. الدور بتاع الاس هو هو الدور بتاع البي، الدور بتاع الاس هو هو الدور بتاع الدي، اخصم 1،
الدور بتاع الاس هو الدور بتاع الاف اقسم 2. هاند رسمنا عملنا مربعات، الاس مربع، البي 3، الدي 5، الاف 7. باولي قال مستحيل يبقى عندك 2 الكترون في نفس الاتوم عندهم نفس الاربعه كوانتم نمبر. وكده نكون خلصنا مراجعه على شابتر 2. كده نكون خلصنا مراجعه على شابتر 2. خد بريك وانا اخد بريك ونرجع نكمل مراجعه على اول درس في تشابتر 3. طيب تعالى كده نتكلم على lesson 1 في يونت 3 اللي هو نهايه امتحان نوفمبر، الدرس الاول في الشابتر الاخير. طيب الدرس الاول في الشابتر الاخير دخلنا في حاجه اسمها البريودك تيبل. البريودك تيبل هو الجدول الدوري. الجدول الدوري لو انتوا فاكرين كده كان متقسم الى 7 بيريود، 7 صفوف يا حبيبي. بيريود يعني صف، فمتقسم ل7 صفوف و18 جروب، 18 عمود. جروب يعني عمود، يبقى كده التقسيمه بتاعتي 18 جروب و7 صفوف. الحاجه الثانيه ان انا البريدك تيبل عندي كان متقسم لحته شمال اعوذ بالله يعني، وحته يمين، وحته في النص، وفي حته تحت. الحته الشمال كان فيها حاجه اسمها الاس بلوك، والحته اليمين كان فيها حاجه اسمها البي بلوك، والحته اللي في النص كان فيها حاجه اسمها الدي بلوك، والحته اللي تحت كان في حاجه اسمها الاف ايه؟ الاف بلوك. جميل الكلام؟ طيب الاس بلوك لو انتوا فاكرين، ما انت لازم تبقى متخيل الجدول بقى. الاس بلوك لو انتوا فاكرين كان عباره عن عمودين، عمود اسمه 1A وعمود اسمه 2A، وكلهم كانوا بينتهوا S1 و S2 بس كده. يبقى ال1A بينتهي ب S1 وال2A بينتهي ب S2. وكان في اكسبشن كيس في الحاله دي. الاكسبشن كيس ده كان الهيليوم ابو 2. ليه الهيليوم ابو 2؟ قال لك عشان الهيليوم ده كان بينتهي ب 1s2 بس هو مش تبع الاس، امال تبع مين؟ تبع البي. طيب تعالى على البي. البي اليمين كان متقسم ل 6 جروب، 6 جروبات. ال6 جروب دولت اللي هم 3A وال4A وال5A وال6A وال7A وال0 جروب. جميل. قال لك ال3A ده عناصر بتاعته بتنتهي ب1، ده بينتهي ب2، ده بينتهي ب3، ده بينتهي ب4، ده بينتهي ب5، ده بينتهي ب6. وطبعا ده اسمه الزيرو عشان العيله دي اسمها عيله النوبل ايه؟ النوبل جاز. وهنا برضو في اكسبشن كيس ان الهيليوم في البي بلوك بس ما بينتهيش بالبي، بينتهي بالاس. الدي بلوك بقى، الدي بلوك عنده 10، عنده 10 جروب، 10 جروبات من اول ال3 بي لحد ال1 بي وال2 بي، لحد ال1 بي وال2 بي، 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي 8 1 بي 2 بي. جميل؟ جميل الكلام. الدي بلوك كل العناصر بتاعته بتنتهي بالدي، لا اما الدي فيها 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7 او 8 او 9 او 10. والدي ده كان بيتقسم ل3 عائلات، عيله اولى، عيله ثانيه، عيله ثالثه. الاف بلوك طبعا، الاف بلوك بقى حدوته. ليه حدوته؟ عشان الاف بلوك بيبتدي من الصف السادس والسابع. في كام اليمنت؟ في كام جروب؟ في 14 جروب. العيله اللي في الصف السادس دي اسمها لانسينايدز، والعيله اللي في السابع اسمها اكتينايدز. العيله اللي في الصف السادس دي شغاله على ال4 اف، والعيله اللي في السابع شغاله على ال5 اف. بس كده شكرا. الدي بلوك زي ما اتفقنا عنده كام عيله؟ عنده 3 عائلات، عنده 3 سلاسل انتقاليه. السلسله الانتقاليه الاولى، السلسله الانتقاليه الثانيه، السلسله الانتقاليه الثالثه. طيب
هوقف دقيقه بس، هروح اجيب البريودك تيبل اشرح لك الكلام ده كله على الجدول عشان المعلومه بتاعت حضرتك تثبت بشكل كويس وتثبت بشكل جميل ولذيذ. طيب ده شكل البريودك تيبل، تمام؟ زي ما قلت لك شمال يمين في النص تحت. الاس بلوك ده الشمال في عمودين ال1A وال2A، كل العمود ده لازم ينتهي باس واحد، العمود ده بينتهي باس 2، ده لازم، ده كلام مفيش فيه فصال. حلو كده؟ طيب البي بلوك موجود يمين، تمام؟ بينتهي بالزيرو جروب اللي هي في حاجه اسمها النوبل جازز، العناصر الخامله او الغازات الخامله. وبعد كده العمود ده اسمه 3A 4A 5A 6A 7E الزيرو. طبعا العناصر دي كلها B1 وده B2 وده B3 وده B4 وده B5 وده B6. طبعا لما باجي، لو انت فاكر، لو كنت عايز اعرف انا في ال 3A ولا ال 4A ولا ال 5A ولا ال 6A ولا ال 7A ولا الزيرو، كنت بجمع الكترونات البي مع الكترونات الاس. ما هو طالما انا وصلت للبي هبقى انا اكيد الاس فيها 2، يبقى 1 و2 3، 2 و2 4، 3 و2 5، 6 7، مفيش حاجه اسمها 8، في حاجه اسمها الزيرو. حلو كده؟ وقلنا حاجه تانية، ان الاس بلوك والبي بلوك كلهم عناصر ريبريزنتيتيف. عشان كده انا عندي حاجه مهمه جدا 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 اسمها الريبريزنتيتيف اليمنت. انا اسف بقى على سوء الخط، بس عشان بجد يعني بحاول ما اطولش عليك الفيديو. في حاجه اسمها الريبريزنتيتيف اليمنت. ايه هي الريبريزنتيتيف اليمنت؟ العناصر التمثيليه. دي عناصر الاس بلوك والبي بلوك ما عدا الزيرو جروب، ما عدا العناصر اللي في الزيرو جروب اللي هم مين؟ اللي هم النوبل جاز. يعني الريبريزنتيتيف اليمنت لما تيجي توزعه، لا اما هينتهي معاك باس 1 او اس 2، لا اما هينتهي معاك باس 2 وبعد كده بي 1 لحد 6. يعني لا اما انا في الاس 1 او 2، لا اما انا في البي والاس قبليه ممليه. وطالما انتهيت بالبي وعايز اعرف انا عمود كام، اجمع الكترونات البي والاس مع بعض. طيب جميل زي الفل. النوبل جاز بقى، النوبل جاز دي عيله لوحدها اسمها عيله النوبل جاز. بتبدا عند حضرتك بالهيليوم، وتحت الهيليوم نيون، بعد كده ارجون، بعد كده كريبتون، بعد كده زينون، بعد كده رادون. دولت اللي عليك. ولازم تعرف الهيليوم ب2 10 18 36 54 86. ولازم تبقى عارف ان الهيليوم بيجي بعده الصف الثاني وده بيجي بعده الصف الثالث. يعني الهيليوم هيجي بعده 2s، والنيون 3s 4s 5s 6s 7s. طب ما سهل، يبقى ده هيجي بعده 2s، ده ال 3s، ده ال 4s، ده ال 5s، ده ال 6s، ده ال 7s. ليه؟ لأن أنا قلت لك أنا بدل ما بشتغل بطريقة أوف بو، يعني بدل ما أوزع بطريقة أوف بو وأقول 1s2 2s2 والكلام ده كله، أنا ممكن أوزع لأقرب نوبل جاز. أوزع إزاي لأقرب نوبل جاز؟ سمي الله. الصوديوم ده بكام؟ الصوديوم ده ب11. أقرب نوبل جاز ليك مين؟ قال لك أقرب نوبل جاز ليه النيون. فالنيون ده إيه؟ ب10. فبدل ما أقول 1s2 2s2 2b6، بدل ما أكتب كل دول أقول النيون، وبعد النيون أحط 3s1 كده 11. طب تعالى على الكبر أقرب نوبل جاز لمين؟ ده 29. فأقرب نوبل جاز لمين؟ أكيد مش الكريبتون. في إيه؟ الكريبتون ب36 وأنا 29. فأقرب نوبل جاز ليا اللي قبل ال 18، يبقى هقول 18. هروح أقول 18. آدي ال 18 اللي هو الأرجون. الأرجون 18، يبقى أنا كنسلت كل دول. طيب الأرجون 18 بعد ال 18 بعد الأرجون 4s2 كده 20، وبعد كده 3d9. بسطت الدنيا على الآخر. طب تعالى الفوسفورس بكام؟ ب15.
اقرب حاجه ليا النيون ب 10، فاقول نيون 10، بعد كده 3s2، بعد كده 3b3. ببسط الدنيا. طريقه التوزيع دي بقول عليها طريقه التوزيع لاقرب نوبل جاز. طريقه التوزيع لاقرب نوبل جاز. طريقه التوزيع لاقرب نوبل جاز. طب تعال هنا مثلا الكالسيوم ب20، اقرب حاجه للكالسيوم الارجون، فاقول ارجون 18، وبعد الارجون 18 4s2. بص ارجون 18 4s2، 18 و2 20، بدل ما اكتب كل ده. طيب جميل. تعالى بقى على، انا كده قلت عيلتين، نوعين من العناصر اللي هما الاس بلوك والبي بلوك. الاس بلوك والبي بلوك ريبريزنتيف، والزيرو جروب ده عيله لوحدها اسمها عيله النوبل جاز. عيله النوبل جاز دي بقى بتتميز بايه؟ بتتميز ان الانرجي ليفلز والسب ليفلز الاخيره مليانه. يعني هتلاقي كل النوبل جاز لما تيجي توزعها هتلاقيهم انتهوا ببي 6. بي 6 هنا النيون 2 بي 6 انتهى ب 2 بي 6، الارجون 3 بي 6، الكريبتون 4 بي 6، 5 بي 6، كلهم بينتهوا ببي 6. يعني كلهم بينتهوا بانرجي ليفلز او سب ليفلز كومبليتلي فيلد ويز الكترون. وطالما الانرجي ليفل او السب ليفل مليانه يبقى هو كده ولا هيحتاج يعمل لوس ولا يحتاج يعمل جين. ليه؟ لان هو مليان بالالكترونات. مليان بالالكترونات، يعني مش محتاج لا يعمل لوز ولا يعمل جين، مش محتاج. عشان كده هو نوبل جاز، غاز خامل. لكن الريبريزنتيف إليمنت هتلاقي لا. يعني هنا هتلاقي الاس 1 او اس 2. خد بالك لو الاس فيها 1 او الاس فيها 2 انا ممكن اعمل لوز عادي. طب البي 5 مش مليانه، ممكن تعمل جين، ممكن تاخد 1 الكترون فتبقى 6. من الاخر يعني الريبريزنتيف إليمنت ما عدا النوبل جاز بيعملوا لوز وجين وممكن يعملوا شير. ليه؟ عشان يبقوا شبه النوبل جاز فيبقوا ستيبل. المعلومه اللي انت عارفها في اعدادي، في بعض الحاجات بتحب تخسر وفي بعض الحاجات بتحب تكسب. يعني ده بي 6 سوري ده بي 5 عايز يبقى بي 6، ياخد الكترون ولا يخسر الخمسه؟ لا ياخد الكترون. طب ده بي 4 فاضل له 2، ممكن ياخد 2 فبيعمل جين عشان يبقى بي 6 فيبقى شبه النوبل جاز. طب ده بي 3 ممكن ياخد 3 مفيش مشكله. طب ده بي 2 عادي ممكن يخسر الاثنين عادي جدا وممكن يكسب 4. طب ده بي 1 لا اخسر الواحد. طب ده اس 2 ممكن اخسر ال2، ده اس 1 ممكن اخسر ال1 عشان ابقى شبه النوبل جاز. لما بكسب ببقى شبه النوبل جاز اللي بعدي. طب لما بخسر ببقى شبه النوبل جاز اللي قبلي. يعني لو انا هنا نهايتي اس 1، لو خسرت ال1 هبقى شبه النيون. طب لو انا بي 5 هنا خدت 1 هبقى شبه الارجون اللي بعدي. يبقى انا لما بخسر ببقى شبه اللي قبلي كنوبل جاز، ولما بكسب ببقى شبه اللي بعدي. تمام؟ الدي بلوك بقى، الدي بلوك بقول عليهم المين ترانزيشن، وهم عباره عن 3 سلاسل. السلسله الانتقاليه الاولى اللي هي هنا اللي في الدور الرابع، اللي بتبدا بالاسكانديوم وتنتهي بالزنك، والعيله دي شغاله على ال3 دي. الدور الرابع شغاله على ال3 دي. في عيله تانية بتبدا بحاجه اسمها الياتريوم وتنتهي الياتريوم 39 وتنتهي بالكادميوم 48. دي شغاله على ايه؟ شغاله على ال4 دي في الدور الخامس في الانرجي ليفل الخامس، وال10 عناصر دول بيملوا ال4 دي. في العيله الانتقاليه الثالثه ودي شغاله على اللانسانم 75 وبتنتهي بالميركوري 80. العيله دي كلها بتملى ال5 دي اللي في الدور السادس. الدي بلوك بقول عليه المين ترانزيشن، العناصر الانتقاليه الرئيسيه، المين ترانزيشن اليمنت. وهذه العناصر لما باجي اوزعها بلاقيها بتنتهي، ركز كده، بلاقيها بتنتهي
بحاجه اسمها الدي، لا اما بقى ال3 دي او ال4 دي او ال5 دي. لو انتهيت بالدي خلاص. الدور السادس والدور السابع قال لك عدي الاليمنت اللي في الدي بلوك كده وعدي الاليمنت اللي في الدي بلوك كده وزق ده شويه وزق ده شويه، والاف بلوك بيجي يتحط هنا ما بين العنصر ده وده، وال9 عناصر دول بنحط الاف بقى. عشان كده الاف بلوك دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها الانر ترانزيشن. بقول عليها الانر ترانزيشن، يعني العناصر الانتقاليه بس مش الرئيسيه، دي الرئيسيه لكن دي الداخليه، لان هي متداخله فعلا. هي متداخله فين بقى؟ حشره نفسها ما بين ال1 اس اللي هو الاس 1 ده والاس 2 ده واول عنصر في الدي بلوك. ها بنزق ده كده ونزق ده كده ونقوم حاطين الاف. طيب العيله الانتقاليه اللي هي اسمها الانر ترانزيشن كم عيله؟ عيلتين في الصف السادس والصف السابع. يعني ببدا بال6 اس وشغال على ال4 اف، 7 اس وشغال على ال5 اف. العيله دي اسمها عيله اللانسينايدز، والعيله دي اسمها عيله الاكتينايدز. ليه دي اسمها لانسينايدز؟ عشان ابتدت بحاجه اسمها اللانثانين. طب ليه دي اسمها الاكتينايد؟ عشان ابتدت بحاجه اسمها الاكتينيان. موضوع بسيط. يبقى انت حبيب قلبي لو وزعت ولقيت نفسك انتهيت تاني، لو انت وزعت ولقيت نفسك انتهيت بالاس يبقى انت ريبريزنتيتيف. طب اس وبي والبي مش مليانه تبقى انت برضه ريبريزنتيتيف. طب انتهيت بالبي والبي مليانه تبقى انت نوبل جاز. طب انتهيت بالدي تبقى انت مين ترانزيشن. طب انتهيت بالاف تبقى انت انر ترانزيشن. وطبعا لو انتهيت بالاس تبقى انت في الاس بلوك، انتهيت بالبي تبقى انت في البي بلوك، انتهيت بالدي تبقى انت في الدي بلوك، انتهيت بالاف تبقى انت في الاف بلوك. طيب ممكن اعرف ازاي اعمل لوكيت؟ ازاي اعمل لوكيت؟ ممكن طبعا اعمل لوكيت. ما اعملش لوكيت ليه؟ ده انا عفريت لوكيت. طب تعال نعمل لوكيت. الاول بس الريبريزنتيتيف قلنا الاس والبي، في بعد كده النوبل جاز بيبقوا الزيرو جروب، ولازم تبقى حافظهم انت بالترتيب. وبيبقى السب ليفل كومبليتلي فيلد ويز الكترون. السب ليفل بتبقى مليانه بالالكترونات، مليانه. وبعد كده شرحنا المين ترانزيشن والانر ترانزيشن وكل الكلام ده. طيب تعالى كده نعمل لوكيت. يعني ايه لوكيت؟ يعني تعالى نعرف لو اداك element، لو اداك عنصر ومديك الاتوميك نمبر، هل تعرف هو في الصف الكام، في بلوك كام، في الجروب الكام، العمود الكام، نوعه ايه؟ تعال نجرب كده. لو مثلا جيت قلت لك حاجه زي كده، مثلا بص نيون ب10. لو جيت قلت لك مثلا كروم ب24. لو جيت قلت لك حاجة زي مثلا السلفر ب16. لو جيت قلت لك حاجة زي الجاديلينيوم ب64، رقم كبير اهو. طب لو جيت قلت لك سيزيوم ب55. طيب انا هوزع بطريقة اقرب نوبل جاز، ماشي؟ طيب مين ده؟ ده النيون ب10. اقرب نوبل جاز هو اصلا نوبل جاز، بس اقرب نوبل جاز ليه الهيليوم. الهيليوم ب2، وبعد الهيليوم بيجي 2s2، بعد كده 2b6. انتهيت بايه؟ بالبي. انتهيت بالبي، ابقى انا على طول في البي بلوك. طب ممكن اعرف الصف الكام؟ شوف الاس في الايه؟ في الصف الكام؟ في بيريود كام؟ الاس في بيريود 2، الاس في الصف الثاني. طب ممكن اعرف انا في جروب كام؟ مش انتهيت بالبي؟ اجمع الكترونات البي مع الكترونات الاس، يبقى انت كده في جروب 8A. طبعا مفيش حاجه اسمها 8A، اول ما تلاقي 8A تبقى انت في الزيرو. طول ما انت انتهيت بالبي فعمودك A زي الاس والبي عوامدهم مترقمه زي بعض، 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A الزيرو. طب تعالى على الكروم. هتمسك الكروم اللي هو ال24، هتمسكه وتبتدي ان انت توزع. يلا
اقرب حاجه للكروم ال 24 ارجون 18. هتمسك الارجون 18 بعد كده 4 اس 2 كده 20 بعد كده 3 دي 4. طيب اتفقنا اتفاق، اول ما الاقي الدي ناقص لها الكترون واحد، الدي بتشيل 10 وهي 4 ناقص لها الكترون واحد وتبقى الدي نص ممليه، بتروح تاخد الالكترون من الاس، فالاس يبقى فيها 1 والدي فيها 5 بس. الخطوه اللي بعد كده، عشان الخطوه اللي بعد كده مهم، وهي ايه بقى؟ انت انتهيت بالايه؟ انتهيت بالدي، يبقى انت في الدي بلوك. طب ممكن اعرف انا في الصف الكام؟ انت في بيريود 4 لان الاس في الاربعه، يبقى انت في بيريود 4. طب جروب، قال لك اجمع الكترونات الدي مع الكترونات الاس، 5 و1 6، يبقى انت 6. ايه ولا بي؟ 6 بي. طب ليه 6 بي؟ لان العواميد بتاعت الدي بتاخد 6. طب انا ليه هنا ما قلتش هنا 2 وهنا 4؟ دايما لو لقيت السب ليفل بتاعك فاضل له الكترون واحد ويبقى نص مملي او مملي، بروح اخد من الاس الكترون عشان ابقى ستيبل. تعال على السلفر، اقرب حاجه للسلفر النيون، النيون ب 10 والنيون بيجي بعده 3 اس 2. يا جماعه احنا اتفقنا النيون بيجي بعديه 3 اس، الارجون بيجي بعديه 4 اس، الكريبتون بيجي بعديه 6 اس، الزينون بيجي بعديه 3 اس 4 اس، بيجي بعديه 5 اس، بعد كده 6 اس. تمام؟ يبقى الكريبتون 5 اس 6 اس 7 اس. احفظ بس الاول الهيليوم، هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون، هيليوم 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 اس 7 اس بس خلاص. فعشان كده النيون ب 10 جه بعديه 3 اس 2 كده 12، يبقى 4 يبقى 3 بي 4. انتهيت بالايه؟ بالبي، يبقى انا في البي بلوك في بيريود 3 جروب 4 و2 6، يبقى 6 ايه. طيب سؤال بقى، طالما انا في الستة ايه يبقى انا ريبريزنتيتيف. طب طالما انا في الستة بي ابقى انا مين ترانزيشن. طب طالما انا في الزيرو جروب ابقى انا نوبل جاز. طب تعالى هنا، اقرب حاجه ليك هو زينون 54 وبعد كده يجي 6 اس 2. بص بقى 4 اف 5 دي، دي الترتيبه 4 اف 5 دي. حلو، دايما قبل ما تخش على ال 4 اف حط الكترون في ال 5 دي. ليه؟ لان انا قلت لك قبل ما بندخل، ركز كده، قبل ما بندخل على ال 4 اف، قبل ما بندخل على ال 4 اف ببقى انا معدي بالكترون في الدي، يعني انا بدخل على الدي ده والدي ده وبعد كده بدخل على الاف. فعشان كده قبل ما تدخل على اي اف حط الكترون في الدي اللي بعدها. فانت لما تحط الكترون في الدي اللي بعدها يبقى انت كده 54 و2 56 و1 57 وانت معاك كام؟ 64، يبقى 7 تحطهم في الاف. طب ايه الالكترون؟ ايه السب ليفل اللي انت انتهيت بيه؟ واحد يقول ال 5 دي، هقول لك لا، ده انا ال 6 اس 2 جه بعدها ال 5 دي وحطيت فيها الكترون بعد كده ال 4 اف، يبقى انت انتهيت بال 4 اف، يبقى انت في الاف بلوك، يبقى انت في الاف بلوك انر ترانزيشن، انر ترانزيشن. السؤال بقى ممكن اعرف انا بيريود كام؟ والله يا حبيبي انت 6 اس، يبقى انت في الصف السادس. العمود بتاع الاف مش عليك، الجروبس بتاعت الاف مش عليك. تعالى على السيزيوم 55، اقرب حاجه للسيزيوم هي الزينون 54، بعد الزينون بيجي ال 6 اس، حط 1 كده ال 55. طبعا انا كده ريبريزنتيتيف في الاس بلوك في الصف السادس جروب 1A. ليه انا جروب 1A بقى؟ انا جروب 1A عشان يا حبيبي الاس فيها 1، الاس لو فيها 1 ابقى انا 1A، الاس لو فيها 2 ابقى انا في 2A. طيب كده اكون الحمد لله بفضل الله رجعت لحضرتك سعادتك معاليك على مراجعة نوفمبر، او بمعنى اصح رجعت لك على
تشابتر 2 واول درس في تشابتر 3. ربنا معاكم يوفقكم. ممكن اكون في اخر الفيديو كده هديت شويه، بس معلش ما انا بقى عمال اكتب وبتاع. وخد بالك، احسن طريقه تفهم بيها الكيمستري، احسن طريقه تفهم بيها الكيمستري او البيولوجي او الفيزيكس او الماس هو ان احنا نكتب على البورد. والكلام ده مش انا اللي بقوله يا جماعه، الكلام ده مش انا اللي بقوله، الكلام ده الدكاتره هم اللي قالوه. في بعض المواد محتاجه حبيب قلبي ان انت تبقى شايف الدكتور بيشرح ازاي وبيكتب ازاي عشان المعلومه تثبت في دماغك بنسبه 100%. تمام؟ فبعد اذنك لو انت وصلت للحته دي فعايزك تكتب كل كلمه وتدعي لي دعوه حلوه وتركز، وربنا معاك يوفقك. واستنى ان شاء الله فيديو حل الاسئله. ممكن نحط ورا كل جزئيه شرحناها الاسئله بتاعتها، وممكن نحط الاسئله في اخر الفيديو. باي باي مؤقتا، مع السلامه. يا رب نشوفكم احسن حاجه في الدنيا كلها. باي باي، سلام.